السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في فيديو جديد. إن شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة توفير كده بقى، ونبتدي كده نعمل الحاجة في البيت ونوفر شوية لأن الحاجة بقت غالية جدا. هنبتدي كده شوية الخيار اللي قدامي دول بجنيه ونص بس. أنا ما بشتري شوية مخلل ب10 جنيه يا دوبك، هما ما بيقعدوش يومين. تمام، دولت بجنيه ونص بس يا بنات، شروة كده على بعضها. بتنزلي بتجيبيها بيبقى زي الفل، بيبقى طازة بس مثلا متكسر من القفص. بس بيبقى طازة وجميل جدا. هتجيبيه بقى الاحجام اللي يعني هيديهالك، وشوية الفلفل دول كده بس عشان يدوا طعم للخيار، يخلوه حراق شوية. تمام كده، ظبطنا الملح بتاعنا في البرطمان. وهبتدي ان انا بقى هحط الخيار بتاعي. مش محتاج اي حاجة، وهحط كمان فص توم معاه. وفي نفس الوقت انت عملتي برطمان خيار تحفة وجميل جدا واقتصادي، وكل الناس بتحب الخيار، يعني مفيش اختلاف عليه، اطفال وكبار بيحبوا الخيار. بس لكن المخلل دلوقتي وصل لاسعار غالية جدا. فاحنا هنبتدي كده نجيب الكلام ده، خيار كبير هتقسميه عادي بيبقى حلو برضو وزي الفل. بعد ما بتقطعيه الكبير ده بالذات يا بنات هقول لكم تعمليه، هو بقى بيبقى مخلل خلاص. بتحطيه شرايح كده في الطبق، بيبقى حلو جدا، كل واحد بياخد شريحة اكنك عاملاه طازة، يعني اخضر. وادي كده ده كمان برطمان الليمون اللي عملته، بس طبعا الفيديو اتمسح. ادي برطمان الليمون وادي برطمان الخيار، الحاجات دي تكفيكي مثلا. يعني برطمان الليمون ده يقعد 3 شهور، برطمان الخيار ده شهر، مش تحتاجي مخلل خالص. هنا بقى كده دي كبداية ونصاية واحدة وبس. لما تجيبي بانيه شيلي قطعة من النص كيلو وشيليها عندك، هتنفعك جدا. وده ربع مفروم وبس، ربع مفروم طبعا مش هيكفي. والفلفل بقى بواقي التلاجة ده فلفل دبلان كده. هنبتدي ان احنا نعمل بقى وجبة برضو اقتصادية جدا. طبعا هي بالنسبة للناس مش اقتصادية، لكن بالنسبة ان انتي ما تجيبيش كمية كبيرة من اللحمة هي اقتصادية، وفي نفس الوقت انتي وفرتي من البواقي. الكبد والقناصة من الفرخة وحتة البانيه شايلاها مثلا من اسبوع، وجبتي بس ربع مفروم، وقدرتي ان انتي تتحايلي على الربع المفروم. بالطريقة دي قطعنا بقى قطعة البانيه حتت صغيرة، والكبدة والقنوصة حتت صغيرة، وقطعنا شوية الفلفل اللي معانا. وهنجيب بقى العيش بتاعنا دوت بتاع التموين، العيش بشيلن زي الفل. وبدأت بقى افتحه وهفرد فيه اللحمة كله. لا، الربع المفروم. وهنا بقى سويت الكبد والقوانص وسويت قطعة البانيه. كل واحدة من دول تعمل لنا رغيفين، والربع المفروم هيعمل لنا، يعني افرديه كده كويس بقى وزوديه بصل، هيعمل لك 6 رغيفة. وهتزودي بقى كمان رغيفين او 3 من الكلام اللي معانا ده. وادي احلى وجبة اقتصادية ومشيت اليوم بيها. هنبتدي بقى ندهن كده بقى الحواوشي بتاعنا. والفيديوهات الجايه ان شاء الله كده شويه سمنه على شويه زيت وهيبقى تحفه. والفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعمل افكار اقتصاديه جميله جدا جدا. تابعوني. وادي الحواوشي بتاعنا بعد ما طلع جميل ومقرمش، حطيه في الفرن، مش هياخد زيت معاكي. لو هتقلبي من فوق هياخد زيت كتير، والزيت غلي دلوقتي. فهنحطه في الفرن بشويه سمنه وشويه زيت صغيرين. والسلام عليكم ورحمه الله.